حافظ على برك بابوك، تدخل بأمر الله مع أوسط باب من أبواب الجنة. أنت طلعت اليوم من البيت وأنت بار ولا عاق؟ طلعت من البيت ويقول لك أبوك الله يحفظك يا ولدي من كل جنب ويرجعك بالسلامة، ولا طلعت من البيت ويقول الله لا يردك ولا يربحك؟ أنت وأنا أخوك اسأل نفسك. أمك دنق عند رجولها وخلي يطيح العقال الله لا يردها. دنق يا رجال، تبغى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. تكفى أخوك، أسعدهم. والله كل شخص تستطيع أن تكافئه إلا أمك وأبوك. تكفى أخوك حبيبي الغالي. أسمع أبوك كلمة طيبة، يقول أبشر يا أبوي. يقول أبو هريرة نادتني أمي يوم من الأيام، نادتني فقلت لبيك. يعني كلمة طيبة، لكن يقول حسيت أني رفعت صوتي شوية. قال فوالله أني أعتقت لله رقبتي. تدري الرقبة الحين تقريبا ب 8000، وأنت أخوك تنفخ على أبوك يعني أني شرب والوليف يدك خلاص روح فيها. أما أبوك لا، تسمي أبوك الحين شاكوش في الجوال، والوليد ما تسميه الوليد تمحطه ب40 قلب كلها شغل قلوب، أبوك تعطيه اسم شاكوش ولا الله يستر. تكفى أنا أخوك. أبوك سمى في الجوال أوسط أبواب الجنة. حط له نغمة يستحقها هو. لا